اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده هنوضح المقصود برسالة بتظهر للناس اللي مقدمة على طلبات زيارة عائلية على منصة التأشيرات. والرسالة دي ان طلبك تحت الاجراء، والرسالة دي كمان بتظهر معاك وممكن تستمر يوم، يومين، اسبوع، 10 ايام، او ممكن اكتر من كده. يا ترى الرسالة دي معناها ايه؟ هوضح لك كل حاجة، ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. في البداية انا بتقدم بكل الشكر والتقدير لكل المتابعين والمشتركين على القناة، وانا بقدر نصايحكم وتعليقاتكم، وانا بحاول ارد على كل التعليقات اول باول ولكن قدر استطاعتي. ومن يومين كان في تعليق لاحد الاخوة اليمنيين الاعزاء بشأن طريقة عرض المحتوى الفترة القادمة والموضوعات اللي هنتكلم فيها، وبصراحة الفكرة كويسة وهنبدأ نشتغل عليها الفترة اللي جاية. فأي حد من حضراتكم عنده موضوع معين محتاجين نتكلم فيه أو حاجة معينة، مفيش مشكلة، ممكن يكتبها لنا في تعليق ويسيبها لنا، وإن شاء الله بإذن الله هنرد عليك أو هنحاول إن احنا نعملها الفترة اللي جاية. فأنا هنا بشكره على القناة وبتقبل كل الآراء، الرأي والرأي الآخر، ولكن يعني نصيحتي ليكم إن احنا نحاول نقول رأينا ونعبر عنه دون تجريح أو إهانة في الطرف الآخر. فأهلا وسهلا بأي رأي حتى وإن كان الرأي ده مختلف، ولكن الأهم طريقة التعبير عن الرأي ده تكون بأدب واحترام. فأنا حبيت أوضح الكلام ده للكل، ده من واجبي نحو متابعين القناة والمشتركين الكرام، لأن أسرتنا بتكبر يوم عن يوم، فأنا بشكر الكل. ويلا عشان ما اطولش عليكم نرجع لموضوع الفيديو بتاعنا. طبعا موضوع الفيديو بتاعنا بنتكلم على الرسالة اللي بتظهر لك على منصة التأشيرات ان طلبك تحت الإجراء. الرسالة دي معناها ايه؟ ده كلام من وزارة الخارجية السعودية لما استفسرنا عن معنى هذه الرسالة، وكان ردهم بشكل مختصر ان الطلب بتاعك حاليا بيتم دراسته من الوزارة للرد على هذا الطلب، اما بالموافقة وتحويله الى مستند تأشيرة، او رفض الطلب وكتابة تعليق مختصر، ممكن مثلا تعبئة طلب اخر، او ان الوزارة بتعتذر عن تحقيق هذا الطلب، او مثلا بيقول لك احنا محتاجين نتأكد من خانة المهنة بالشكل صحيح، او مثلا جدد الاقامة وارجع قدم طلب اخر. دي كلها اسباب بتكتبها وزارة الخارجية السعودية على الطلبات اللي بتترفض. طبعا التأخير اللي بيتم على طلبات الزيارة العائلية من وزارة الخارجية، لان وزارة الخارجية بتقوم بدراسة كل فرد داخل طلب الزيارة العائلية، سواء الدراسة دي من حيث الحالة الأمنية، هل مسموح للفرد ده انه يدخل المملكة ولا لا، دي حاجة. والحاجة التانية، هل إقامة الفرد اللي مقدم على طلب الزيارة العائلية سارية وموجود داخل المملكة بشكل نظامي، ولا هناك مخالفات على هذا الشخص. والمخالفات طبعا سواء كانت مخالفات عمالية أو مخالفات مثلا في الإقامة والعمل، أو مخالفات مثلا جنائية أو أي حاجة من النوع ده. وهل الأفراد المطلوبين للزيارة دخلوا المملكة قبل كده ولا لا، وكانت عليهم مخالفات أو قضايا من أي نوع داخل المملكة. كل دي حالات بيتم دراستها على الأفراد الموجودين داخل طلب الزيارة العائلية. علشان كده لما بيظهر معاك ان طلبك تحت الإجراء، اعرف ان الوزارة حاليا بدأت في دراسة طلبك، ولما تخلص من الدراسة هيتم إصدار القرار، إما بتحويل الطلب إلى مستند تأشيرة وهتبدأ تكمل إجراءات الزيارة بتاعتك، أو الرفض وكتابة السبب. واحيانا الوزارة بترفض وما بتكتبش سبب. بس كده انا حبيت اوضح حاجة زي دي عشان الكل يبقى عارف هيعمل ايه. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اذا عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.